بقناة المشهد دبي. كابتن عموتة عموري حكى المرة الماضية أنه كابتن أعطانا قال لنا استمتعوا وقدموا أداء كويس في مباراة كوريا، وفعلا ظهروا بمستوى غير عادي لدرجة أنه الكوريين كانوا بشتتوا كرة وكانوا مرتبكين. اليوم شو طلبت منهم وليش ظهروا بهذا المستوى بالشوط الأول؟ السؤال الثاني، تعليقك على 3 ركلات جزاء، هل بتحمل الحكم مسؤولية أو هل تعتقد أنهم كانوا صح أو في منهم ولو واحدة صح أو 2، أو شو اللي صار؟ شو اللي صار مع منتخب الأردن اليوم وهو المرشح بقوة وربما كان من أفضل المنتخبات أداء خصوصا في الدور الثاني وحتى المباراة حتى قبل المباراة النهائية؟ شكرا جزيلا. أنا تكلمت قبل المقابلة على الجانب الذهني. طبعا الكنترول على اللاعبين ليس بيد المدرب لوحده، يعني مع الأسف، وإحسان يعني ممكن يعني يأكد هذه الأمور هذه بنفس اللغة وبنفس يعني التحضير الذهني. استمتعوا بالمقابلة. حتى أنا أعطيتهم مثال على أنه أنا يمكن حاسدهم، أنا كنت كنتمنى أن نلعب في المقابلة، نكون حاضر ونلعب المقابلة أمام 80,000 متفرج، مباراة نهائية، نهائي القارة، وبالتالي المفروض أنهم يعني يستمتعوا بالمجهود حتى الدفاعي ولا الهجومي ولا التاكلينج. يعني هذا هو الاستمتاع، والواحد كيحس على أساس أنه يؤدي بشكل يعني رجولي ويؤدي بشكل يعني التزام تكتيكي إلى غير ذلك. مع الأسف أنه التأثير على اللاعبين لا يأتي فقط من المدرب، وأنا كنت تخوفت ومنعت اللاعبين على أساس أنهم يبقوا يتواصلوا مع المحيط الخارجي، وأنتم عارفين المحيط الخارجي ممكن يكونوا الناس أقرباء أكثر، ممكن يأثروا فقط بالحوار، ليس فقط يعني ليس بسوء النية، يعني بحسن النية. أنا حتى يعني من الناس اللي أقرب مني تيقول لي خاصك تفوز بالكاس، كيحط عليا واحد الضغط ولو يعني بحسن النية. وبالتالي كان يجب على اللاعبين أنهم يحاولوا يقطعوا ويحدوا يعني من التواصل مع المحيط الخارجي، خاصة يعني الأصدقاء والأقارب والتليفونات والمواقع التواصل الاجتماعي، هذا كله ممكن تحت الضغط. وبالتالي أنا كنتفق معك على أساس أنه الشوط الأول كان عندنا ارتباك، وكانت واضحة يعني من خلال التمريرات اللي كانت خاطئة، من خلال ربما هذاك الفرصتين اللي كانوا جاوا واضحتين يعني لم نتعامل معهم بالشكل يعني الجيد. لكن الشوط الثاني كان جدا ممتاز. مع الأسف أنه توقيت، وهذه اللي تكلمت عليها الجزئيات يعني قبل اللقاء، توقيت يعني ضربات الجزاء كان قاسي. يعني احنا رجعنا عدلنا ورجعنا وبدا الفريق يعني يتحسن بالشكل يعني المطلوب، لكن توقيت ضربة الجزاء الثانية والثالثة كان قاسي علينا. وطبعا المنتخب يعني القطري دافع على الحدود ديالو وارتكل للدفاع وبدا كيلعب المرتدات. احنا يعني لم نستطيع الوصول وضيعنا بعض الفرص، وهذه هي كرة القدم. حسين جبري، إذاعة الرأي العام. كابتن نقول لك مبروك، قدمتوا بطولة كبيرة. إذاعة الرأي العام. كابتن نقول لك مبروك، قدمتوا بطولة كبيرة وهارد لك. اليوم المنتخب الأردني ما ظهر بشخصية اللي ظهر بها أمام العراق وكوريا، وكل خسارة لها أسباب. سؤالي بشقين، ما هي أسباب الخسارة اليوم؟ هل الدافع المعنوي اللي ظهرتوا به أمام العراق وكوريا كان إلى مردود سلبي في المباراة النهائية؟ والشق الثاني، هل كانت الاحتفالات المبالغة من الجمهور أثرت سلبيا على الفريق؟ وشكرا لك. إذا من المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الأردن المغربي الحسين عموري. وجد حزن بمعنى كلمة حزن، هنالك روح رياضية عالية شاهدتها من خلال الجماهير، وسبق وكنا في لايف آخر نتحدث فيه من خلال إعلاميين ورياضيين تحدثوا بكل روح رياضية. وأنا مبسوط جدا للحديث اللي كان في الاستوديو حول ما يتعلق بالثقافة الكروية العربية الجديدة. نعم، أقول الثقافة العربية الجديدة التي كانت تهنئ قطر وتقول هارد لك للمنتخب الأردني. واسمح لي أقول لك أن المنتخب الأردني سيأتي غدا أو بعد غدا على أكثر احتمال. هنالك احتفالات موجودة بالأردن، والليلة في احتفالات موجودة في الأردن في منطقة عبدون الصوفية وفي وسط العاصمة الأردنية عمان. لكن
الروح الرياضية العالية هي التي جمعت الأشقاء العرب جميعهم. وأنا مرتاح جدا لثقافة الجمهور الأردني تحديدا في هذه الأمسية، لم يكن غاضبا، لم يكن زعلان بمعنى كلمة زعلان. تمنى للمنتخب القطري الخير وتمنى للمنتخب الأردني، وتحديدا أن هذا المنتخب هو الذي سيكون أمل للأمة الأردنية بكل متان الكلمة. محمد الجبور من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. منك مباشرة نعود إلى قطر هنا وتحديدا إلى درب الأسيل مع الزميل عبد العزيز اليوسف الذي أنقل إليه الميكروفون صراحة لقطر. كابتن ناصر حسان المدرب والمحلل الرياضي كنت ضيفا معنا في هذه التغطية، شكرا جزيلا لك. شكرا. كابتن رائد يعقوب لاعب المنتخب القطري السابق امتعتنا. الله يجزاك خير. نعم كابتن انا بسلم عليك على الهواء يا كابتن. بارك الله فيك. مبروك. مبروك ومبروكين للأردن هذا المنتخب ان شاء الله، وفالهم توفيق لكل العرب. الحمد لله رب العالمين. والله عظيم فرحة، يعني اعتقد انه فعلا لكل العرب ان انت توصل لهذه المرحلة بهذه المنتخبات العربية على مستوى فني عالي. اعتقد ان هذا فخر للعرب بشكل كبير. شكرا لك كابتن رائد، شكرا كابتن ناصر، شكرا لكم مشاهدينا. سنتواصل معكم في هذه التغطية بكل تأكيد. الآن سنذهب إلى المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الأردني الحسين عموتة، على أن يلتقيكم بمشيئة الله تعالى الزميل حمد جاسم بعد قليل لتتواصل هذه التغطية مع ضيوفي فإلى هناك. تدريبية في هذه البطولة حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني متحدثا مباشرة بعد خسارة المنتخب الأردني للمباراة النهائية قبل قليل. نتابع. متواصلون في إجراء هذه اللقاءات بعد نهاية المشهد الختامي من بطولة كأس آسيا. الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب الأردني، دعنا نتحدث فنيا بداية. أين شعرت أن هناك مواطن خلل في أداء المنتخب في هذه المباراة؟ منذ بداية يعني المباراة صراحة لم ندخل بالشكل المطلوب في المقابلة، وهذا كان يعني واضح من خلال بعد التمريرات الخاطئة، التمركز الخاطئ خاصة بعد ما في الكرة الثانية يعني لم نستفيد منها. وطبعا من خلال ثلاث فرص كانت عندنا واضحة للتسجيل، لم تكن هناك الفعالية الهجومية رغم أنه كانت كرات يمكن شبه سهلة. مع الأسف حاولنا الشوط الثاني وضغطنا بالشكل المطلوب، كنا أكثر أريحية، ما كانش هناك ضغط، يعني نسينا نتيجة المقابلة، وكان هذا هو الكلام ديالنا، هو أننا ننسى النتيجة يعني ويعني والكل يعني يحاول على أنه يرجع للمستوى ديالو الفني وما قدمه في المقابلات السابقة، وهذا ما كان. رجعنا في المقابلة لكن مع الأسف يعني في الثلاث الأهداف اللي تلقيناها لم ننتبه لهذه الجزئية، أو أنه يجب الانتباه لأنه المنتخب القطري يعني يمتلك مهاجمين صراع، يعني ممكن أنه يضغطوا عليك على اساس انك تخطا. صراحه اخطانا يعني اظن مليمترات يعني بسيطه، وعوقبنا يعني بثلاث يعني ضربات ترجيحيه كانت قاسيه علينا يعني. إذن توج المنتخب القطري رسميا بكأس آسيا، والذي احتضنته دولة قطر بعد فوزه في النهائي على المنتخب الأردني ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وكانت المباراة قوية بين المنتخبين العربيين الشقيقين، وكان الحكم قد أعلن عن 3 ضربات ترجيح للمنتخب القطري في سابقة من نوعها لم تحضر من قبل في أي نهائي من كأس الأمم الآسيوية. وبهذا الفوز توج المنتخب القطري باللقب الثاني في تاريخه والثاني تواليا، بعد أن كان قد حاز على النسخة الماضية والتي احتضنتها دولة الإمارات عندما فاز في النهائي على اليابان ب3، وتمكن من تسجيل الأهداف ال3 للمنتخب القطري نجمه أكرم عفيفي عن طريق ضربات الجزاء. وتوج النجم أكرم عفيفي بجائزة أفضل لاعب في الدورة، وكذلك توج بالهداف لهذه الدورة برصيد 8 أهداف، ورفع رصيده إلى 17 هدفا في كأس آسيا في نسختين، ليصل بذلك إلى رقم الإيراني علي دائي الهداف التاريخي لبطولة كأس آسيا.